أوقات في كلمة واحدة بس ممكن تفضل عايشة جوانا، مش عشان الكلمة دي كانت قاسية، لكن عشان لمست حاجة جوانا. النهاردة في بودكاست مساحة لنفسك، خلينا نفتح مساحة صغيرة هادية نفهم فيها نفسنا من غير خوف، من غير حب. في زحمة الأصوات بنسمع كلمات كتير، بس النهاردة هنسمع كلمة اتقالت ممكن تكون على سبيل الهزار، كلمة تبان إن هي عادية، وهي كلمة انتي انطوائية. كم مرة اتقالت لك الكلمة دي بنغمة استغراب أو سخرية أو حتى كنوع من أنواع اللوم، كأن الهدوء دلوقتي وحب العزلة أصبح حاجة عيب أو نقطة ضعف في شخصية أي حد. خلونا في حلقة النهاردة مش بس نتكلم عن تأثير الكلمة، إحنا كمان نكتشف سوا إزاي نقدر نرد عليها من غير ما نخليها توجعنا، وإزاي نحولها لقوة تدفعنا لقدام بدل ما تعطلنا. لو ما سمعتيش الحلقات اللي فاتت من سلسلة جوه كل كلمة حكاية، خدنا فيها رحلة كده صغيرة جوه كلمات الناس بتوجعنا بيها، والنهاردة بنكمل الرحلة مع بعض في بودكاست مساحة لنفسك مع كلمة جديدة شكلها يبان بسيط، بس حقيقي تأثيرها بيكسر من جوه. خلونا في البداية نبص لكلمة انتي انطوائية ونفهم يعني ايه كلمة انطوائية أصلا. الكلمة دي في أساسها مش شتيمة خالص ولا إهانة، الكلمة دي وصف لنمط شخصية. الشخصية دي بتميل للهدوء وللتفكير وللخصوصية، لكن اللي بيحصل إن الناس ساعات بتستخدمها بمعنى إنك مش اجتماعية أو مش بتعرفي تتعاملي أو مش ناجحة زي غيرك اللي بيكلم كل الناس، وده اللي بيخلي الكلمة تاخد شكل سلبي، كأن فيكي حاجة غلط. وساعتها ممكن تبدأي تشكي في نفسك، ليه أنا مش زيهم؟ ليه بحب أقعد لوحدي؟ دي الكلام الكتير بيتعبني. بس الحقيقة إن الانطوائية دي مش ضد النجاح خالص، بالعكس. الانطوائيين عندهم عمق في التفكير وبيقدروا يركزوا في التفاصيل، بيسمعوا أكتر ما بيتكلموا، ودي مهارات نادرة جدا النهاردة. ما تيجوا نتعرف كده مع بعض على الأذى النفسي اللي ممكن تسببه الكلمة دي لو احنا فهمناها غلط. لما حد بيقولك انت انطوائية بنغمة سلبية، بيزرع جواكي فكرة إن فيكي حاجة ناقصة، ومع الوقت بتبدأي تتراجعي أكتر. ممكن تخافي من المواقف الاجتماعية، تبعدي عن الناس، تفضلي ساكتة عشان ما تتحكمش فيك الكلمة دي تاني. وده طبعا بيأثر على ثقتك في نفسك وعلى طريقتك في التعامل مع الناس. بتحسي دايما إنك مش مفهومة وإن الناس مش شايفة الجمال اللي جواكي. طب ما تيجوا بقى نبدل المنظور ده شوية ونحط الكلمة دي في مكانها الصح. لو فكرنا بشكل أعمق شوية هنلاقي إن كلمة انطوائية ممكن تبقى نقطة قوة. الشخص الانطوائي ده بيستمد طاقته من جواه مش من اللي حواليه، بيعرف يعيش مع نفسه ويفهمها ويقدرها، وده معناه إن الشخص ده عنده توازن داخلي نادر جدا. فبدل ما تسمعي كلمة انتي انطوائية وتاخديها إنها حكم عليكي، اسمعيها كأنها شهادة على إنك عندك عالم خاص بيكي، عالم غني مليان أفكار وعمق وهدوء. خلونا نقول شعار حلقتنا النهاردة، وهو الانطوائية مش ضعف، الانطوائية أسلوب حياة مختلف. عايزاكم طبعا تكتبوا الشعار بتاع النهاردة في التعليقات عشان أعرف إن انتوا لسه مكملين معايا الحلقة. وتعالوا بينا بقى نتعرف إزاي نتصرف لما نسمع الكلمة دي. أول حاجة هناخد نفس عميق زي ما بتعودين في كل الحلقات بتاعتنا لما بنسمع أي كلمة مؤذية. بعد كده عايزاكي ما تدافعيش عن نفسك بسرعة، وما تحسيش إنك مضطرة تشرحي وتوضحي، ودي أهم خطوة. تاني حاجة، اسألي نفسك الشخص اللي قالها ده قصده يهاجمني ولا هو مش فاهم؟ لو مش فاهم، دي فرصة إنك توضحي له بهدوء لو الشخص يهمك طبعا، وهتقولي له أنا بحب الهدوء، ده مش معناه أبدا إني مش اجتماعية،
ولو كان حد بيهاجمك فده مش عنك خالص، ده عنه هو. يمكن هو مش مرتاح مع الهدوء فبيسقط ده عليكي. يمكن هو بيحب يعيش في صخب وفي وسط ناس وبيلاقيش نفسه غير في وسط الزحمة والكلام الكتير. تالت حاجة عايزاكي تعمليها، تحولي الكلمة دي لعلامة نجاح. كل ما تسمعيها تفكري في نفسك وتقولي أنا انطوائية، تمام، مفيش مشكلة خالص، بس أنا مركزة في أهدافي وفي حياتي وبنتج وبنجز بطريقتي الخاصة. خلوني كده أديكم مثال لواحد من أعظم العلماء في العالم، وهو ألبرت أينشتاين. عايزة أقولك إن هو كان طبعه هادي جدا وبيحب العزلة، وما كانش اجتماعي خالص، وما كانش بيحب أبدا التجمعات الكبيرة. كان بيقضي وقته وساعات طويلة لوحده بيفكر وبيكتب، وده ساعده طبعا إنه يطور أفكاره اللي غيرت شكل العالم. هو نفسه قال عن نفسه كلمة مشهورة قوي: أنا أعيش في عزلة هادئة وهي مصدر حريتي. الناس زمان كانت شايفاه شخص انطوائي وغريب الأطوار، لكن هو استخدم هدوءه ده عشان يركز على العلم وبس، وكانت النتيجة نظرية غيرت البشرية، وهي نظرية النسبية. حقيقي القصة بتاعته دي مهمة جدا، إن احنا نعرف إن الانطوائية عمرها ما كانت حاجة فيها إهانة ولا كانت شتيمة. بالعكس، زي ما ذكرنا في بداية الفيديو، هي وصف لشخصية بتحب الهدوء والعمق. تخيلي بقى لو كان أينشتاين كان خد كلمة انطوائي دي يوميها وقرر يصدقها إنها نقطة ضعف فيه، كان ممكن قصته تبقى مختلفة تماما. كان ممكن ما يقدرش يوصل للنظرية اللي غيرت شكل العالم، لكن هو اختار إن هو يسمعها كأنها مجرد وصف مش حكم عليه. وده اللي احنا محتاجين نتعلمه احنا كمان. لما حد يقولك انتي انطوائية، افتكري ان في ملايين زيك، منهم اللي غيروا العالم ومنهم اللي لسه في الطريق. الانطوائية مش بتمنع النجاح، أحيانا بتكون سر. وقبل ما نقفل حلقة النهاردة، عايز أقولك حاجة مهمة جدا: كل كلمة ممكن تكسرك لو سبتيها، وممكن ترفعك لو حولتيها لدرس. زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت، انتي فاشلة؟ لا، انتي بتحاولي. انتي غبية؟ لا، انتي بتتعلمي. والنهاردة بنضيف واحدة جديدة: انتي انطوائية؟ لا، انتي عميقة وواعية بنفسك. خلي كل كلمة مؤذية تكون مساحة جديدة تفهمي فيها نفسك أكتر، لأن البودكاست ده اسمه مش صدفة، ده اسمه فعلا مساحة لنفسك. ودي سلسلة حلقات جوه كل كلمة حكاية. بشكرك من كل قلبي إنك كنتي معايا في حلقة النهاردة، وإنك كملتيها معايا للنهاية. لو استفدتي من حلقة النهاردة، شاركيها مع غيرك عشان الكل يستفيد. واستنيني في حلقة جديدة ومساحة جديدة نفهم نفسنا فيها أكتر. ومن دلوقتي لحد الحلقة الجاية، خدي بالك من نفسك واديها مساحتها.